بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، طابت اوقاتكم بكل خير من مدينه جنوة وملعب لويجي فيرارس. هذا الملعب المعقد لليوفي. يوفي منذ موسم 2011-2012 موسم اللي حقق فيه اول سكوديتو بعد العوده للسيريا. اكثر ملعب خسر فيه هذا الملعب 3 مرات امام السام و3 امام جنوة. يوفي فريق المتألق والمنتعش بانتصار كاسح في الكامب نو على البارسا. تفوق كان مستحق لشملاء الدون على حساب المرغوط. امامنا المهاجم الاسباني موراتا الموجود اليوم على دكة بدلاء بيرلو اللي قال هذا المهاجم سنستعين به مباراة اتلانتا. جنوة يوفي في مواجهة جديدة تجمع بين الفريقين على مستوى الدوري الإيطالي. الجولة 11 للمرة الأولى الفريقان يلتقيان في شهر ديسمبر منذ ديسمبر 94 في لقاء اكتمل في ملعب ديلي ألبي 1-1. يوم سجل لليوفي رافانيلي وجالانتي كان صاحب هدف جنوة. 4 معاه بيلغريني. كوادرادو يحاول مراوغة يخسر كرة. هذا الكساندرو البحث عن كييزا والكرة بعيدة. بونوتشي كرة تنتهي سهلة. عاد ماسييلو روفيلا يضغط بنتانكور والحكم يحتسب خطأ لجنوة. لقاء اليوم يمثل مستوى الكامل الأول. ماكيني راسية التصدي من بيرين. كرة من جانب اللاعب الأمريكي ماكيني، اللاعب اللي قارنوا فيه بالاولمبي ادغار دافيدز. الان سكاماكا والكرة ترجع بخطأ لليوفي. كرة ضد سكاماكا امامنا. جانلوكا يتسبب في خطأ. في السيريا كمدرب امام بيرلو، سنة اولى ابتدائي تدريب. مباراة فاز 77 في 77 مباراة تعادل 79 وخسر في 118. مانكور لمسه رائعه باتجاه باوليتو. ديبالا عرضيه وديفالو يخطئ. باوليتو كان التصويت. كره برا. ضربه مرمى لفريق جنوة. محاوله من بنتانكور. شوف العاده كوادرادو من العمق. تحرك رونالدو يستقبل. رونالدو يدون يخسر. يمر الكساندرو عرضيه ولكن التغطيه موجوده. ركنيه لصالح فريق اليوفي. شوف العاب اختراق من جانب من الاقرب التنفيذ. ديبالا كره داخل المنطقه، فرصه خطيره. كييزا رجع كره. كوادرادو التسديده. كره من ماكيني في شبه من بعيد ما بين ماكيني وكوادرادو. بالمناسبه هذا اللاعب كوادرادو الدوني مرر يحاول يحافظ الكره. ماكيني كرة منطق فريق جنوة. باوليتو يخسرها. رونالدو كييزا يمر. كييزا يلعب كرة عرضية عند بيرين. كييزا في هجمة لصالح اليوفي ولكن توقفت عند الحارس بيرين. اليوفي التحكم من دون واقعية. كرة تبعد من جانب الدفاع. كان حسان الكابسي بدرة وشكر الوعر ومعمر بوزيان. 5 لاعبين كانوا متواجدين مع الجريفوني في السيريا بي. امامنا كييزا حاول تغطية موجودة. رونالدو يستقبل ويسدد. ترتد الكرة. بونو لفريق جنوة التمرير ولكن عودة سريعة من كييزا. هنا الخطورة الآن. رونالدو يسدد. الكرة عند بيرين. كرة لمست لاعب من جنوة وتوقفت عند ماتيا بيرين. امامنا كريستيانو رونالدو. كييزا في منطقة جزاء جنوة. كييزا يحاول مراوغة. كرة تلعب داخل منطقة جزاء جنوة. راسية من ماكيني. ضربة مرمى لفريق جنوة. امامنا اندريا ماسييلو. بينما هناك اشارة. ترجع كرة اليوفي. المساعد رفع الراية اندريا بيرلو. شوط اول امتلاك للكرة ولكن رونالدو هي كرة مسات خطيرة. ديبالا ولكن بيصابنا. ديبالا يتسبب في خطأ. رونالدو كان ممكن يسدد ولكن فكر. كولومبي يحاول مراوغة. يرجع كرة للباوليتو السهلة.
كرة باولو ديبالا عند الحارس بيرين. اخر كرة في الشوط الاول من ديبالا توقفت سهلة عند الحارس بيرين واستمرار كيزا باتجاه الكساندرو. كرة تصطدم يقفز به ليترا اليوفي معناتها كروز 1-0 هدف كروز. مباراة قيمت في ملعب الديلي ألبي. هذا باولو ديبالا داخل المنطقة الرأسية لم تأتي تقدم الدفاع فريق جنوة وهناك إشارة. الكرة ترجع بخطأ لصالح جنوة. 10 دقائق لعب مرت من زمن الشوط الثاني. ينقل الكرة لبنتانكور. بنتانكور بينية طبعا باوليتو ديبالا يسجل المارشينو الارجنتيني. هو موقف اليوفي الارجنتيني كومي سابري كما جرت العاده. يوفي يسجل في مرمى جنوة في مرمى الكريفوني. يوفي يتقدم 1-0. هناك شيئان اذهلان. الحب كرة استخلصها اليوفي. فرصة الثاني الهدف الثاني كيزا يسجل ولكن يلغى الهدف يا كيزا. في تسلل الكرة ترجع بركلة حرة غير مباشرة. الكرة الوراء بيلغريني ترفع كرة داخل المنطقة. التعادل يعدل جنوة 1-1. الاكس ستورارو يجيب التعادل. الباريتشو للروسو بلو تهتز مرمى يوفي وجنوة يرجع للمباراة كما لو كان فريق جنوة كان ينتظر اليوفي. مراوغة ممتازة التسديد والكرة لبرا. سقوط رونالدو. الحكم ماذا يعلن ماذا يشير امامنا. مراوغة كانت تمر باوليتو تابع ديبالا هيا التسديد والكرة عند فيها جول في الشبكة. يسجل باوليتو سجل ولكن يلغى الهدف يلغى. الحكم يحتسب ركلة حارة غير مباشرة. هنا لعبة حكم تسكون عند رونالدو يخطي ضربة مرقة. يرفع كرة كياسة اضاف الشبكة. لا يلعب كرة بليخت الباحث عن رونالدو. كوادرادو يمر ضربة جزاء يجيبها الكولومبي الفوربو الخبيث جاب ضربة جزاء بكاء كبيرة. ضربة جزاء لصالح اليوفي يتقدم رونالدو بالشبكة والهدف الثاني لليوفي. يضع كرة في منتصف المرمى. يبون في المئوية مع اليوفي لابد ان يترك بصمة. يبون للمرة الثالثة على التوالي يسجل في مرمى جنوة. كرة معادة بالخطأ. فرصة الثالث الهدف الثالث قريب والتغطية باللحظة الأخيرة. ضربة جزاء لليوفي بعد تدخل واضح تماما. رونالدو يتقدم يضاف الشبكة 3-1. يوفي يتقدم على جنوة يسجلها مرة ثانية رونالدو ومرة ثالث ماتيا بيرين.